في ملخصنا النهاردة هنشوف نفسه ويا ترى هتقتل فدات اللي في الحبس ولا لأ، وطاهر يا ترى هيكمل خطوبته على مرجان. أحداث مثيرة كتيرة وبتنتهي حلقتنا بمفاجأة قوية، يا ريت تتابعوها للآخر. واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث بعد ما نفس راحت لفدات الحبس بتاعه، وهناك طلعت سلاح وعايزة تقتله علشان تنقذ طاهر منه. لكن قبل ما بتضرب النار بتظهر ايده وبتمسك السلاح. بنرجع نص ساعة فلاش باك وبنشوف راجل وست ماشيين وبيشوفوا نفس خارجة من بيت طاهر ومعاها سلاح وبيتعرفوا عليها. بيتصلوا بطاهر اللي قاعد في خطوبته مع مرجان وبيبلغوه ان هما شافوا نفس وهي خارجة مستعجلة ومعاها سلاح، فبيستأذن من الخطوبة بسرعة بحجة ان شخص سكران اقتحم المركب ورايح يشوفه وراجع تاني. طبعا كلهم بيتضايقوا ان هو هيسيب خطوبته. بيروح القسم وبيقدر يدخل الحجز وبيلحقها قبل ما بتضرب النار على فدات. رغم إنقاذه لفدات إلا إنه بيتوعدوا إن هو هيقتله برضه هو ونفس. بيخرجوا برا القسم وبيلوم نفس على تصرفها وهي بتقوله إنها كانت هتقتله علشان تحميه. بيقول لها مين اللي كان هيعتني بابنها لو هي قتلته ودخلت السجن، وإنه راجل خاطب دلوقتي ومش هيبقى فاضي اللي يغيت. وبيطلب منها تخلي بالها من نفسها علشان خاطر ابنها. بيشوفوا راجل وست اسمها ناجية ودول جيرانهم، وهو واقف بيتكلم مع نفس والست بتحس ان في علاقة ما بينهم. بتتضايق نفس من كلام طاهر بتسيبه وبتمشي وهو بيروح وراها. بيقول لها لو متضايقة منه تضربه بالنار وتخلص، ما بتقدرش تقتله وبتقول ان هو مش عارف اي حاجة. بتدخل البيت وبتقفل على نفسها. مصطفى بياخد عيلته وبيستأذن من الخطوبة وهما موقفهم محرج جدا بسبب طاهر. لما بيرجع مصطفى وآسيا البيت بيلاقوا طاهر قاعد تحت البيت متضايق، وثانية بتزعقله على إحراجه ليهم وإنه ساب الخطوبة من نصها ومشي. بيعرف مصطفى اللي عملته نفس وإنها أخدت سلاح. بيطلب منه يصور نفسه ويغيب بكرة علشان جواز سفرهم لأنه هيسفرهم بسرعة. تاني يوم مصطفى وطاهر بيقولوا لنفس إنها تسحب الدعوة بتاعتها ضد فدات لأن مصطفى وعد إيشان بكده، وكل ده مقابل إنها تسيبه يهربها روسيا. بعد إلحاح بتوافق وبيقول لها إن هو هيديها فلوس كمان تبتدي بيها حياتها هناك، وهي بترفض. بس بالنسبة لمصطفى كان الموضوع منتهي. أما إيشان هي والمحامي بتروح لفدات وبتبلغوا إنها وصلت لاتفاق بإن نفس هتسحب القضية، وبتلاقيه مصمم إن هو يقتل طاهر ونفس اللي انتهت بالنسبة له بعد ما رفعت عليه السلاح. بتتعصب إيشان عليه لأنه مش عايز يتراجع أبدا عن اللي في دماغه. أما طاهر بيعلم يغيث الوضوء وبياخده معاه يصلي الجمعة. لما بيخرجوا من الجامع بنشوف نجيب الدراع اليمين لفدات وهو بيراقبهم. أما ناجية بتروح لبيت مرجان وبتقابل تركان وبتقول لهم إنها شافت طاهر مع نفس وواضح إن في حاجة بينهم. وطاهر بياخد نفسه ويغيث علشان يتصوروا صورة جواز السفر. نجيب بيراقب تحركات إدريس ومصطفى، والفوتوغرافر بيبقى زوج ناجية بيتصل بيها يقول لها إن طاهر جه ومعاه نفس وواضح إن هو هيهرب معاهم روسيا. بتقول لتركان ومرجان إن هو هيهرب مع نفس روسيا. نفس بتروح للمحامية أسماء وبتطلب منها تسحب القضية خلاص. وإدريس بيقابل تيكو اللي هيصفر نفسه وبيديله فلوس العملية، ونجيب مراقبه برضه. إيشان بتروح لمصطفى شغله وبتقوله إن فدات مصمم إن هو يقتل نفسه وطاهر. بيتعصب وبيقول لها إن هو عمل اتفاق معاها بإنه هيخرج فدات ويبعد عن طاهر. بتطلب منه يخرج فدات ويديلها نفس وهي هتخلي فدات يبعد عنهم نهائي، وهو بيرفض لأن كلمته واحدة. تركان ومرجان ونظر ومعاهم كمان ناجية بيروحوا بيت ثانية وهم متعصبين وبيقولوا ليهم إن طاهر هيهرب مع نفس روسيا. هنا ثانية بتقول لهم إن البنت بتهرب من جوزها اللي كان بيضربها واحتمت بيهم وهو هيوصلها بس، وكلهم عارفين الكلام ده وبتهديها. وبتطرد ناجية خربت البيوت بره البيت. نفس وطاهر بيتخانقوا مع بعض علشان متضايق منها بسبب حبيبها اللي قتله فدات، وهي متضايقة علشان راح خطب مرجان. بيقول لها إن كل حاجة هتنتهي بسفرها روسيا، وهي بتقوله إن هو اللي ادالها الأمل في الحب وسحبه منها تاني. لما بيرجع طاهر ومعاه نفس البيت بيتفاجئ بمرجان وأبوها وأمها معزومين عندهم في البيت، ومراد بيقول إن عيلتهم نقص فرد وبيطلب من أبوها يروح يجيب نظر من المستشفى وبيوافق. ثانية بتقول كلام بيجرح نفس وبتسيبهم وبتمشي. أما مصطفى بيطلب من طاهر إن هو ياخد مرجان ويتعشى معاها بره وبيستأذنوا أبوها وبيوافق. بتشوفهم نفس خارجين مع بعض وبتتضايق، ومراد بياخد يغيث وبنت أخوه الصغير وبيروح لنظر المستشفى. بيقابلها في المستشفى وما بتقتنعش إنها تيجي معاه إلا لما عرفت إن أهلها كلهم معزومين عنده في البيت.
طاهر بيتعشى مع مرجان في مطعم بتحاول تفتح معاه كلام، وهو بيرد عليها بعدم اهتمام، وواضح إنها مستحملاه علشان بتحبه قوي. بيعرف إنها ابتدت تجهز نفسها للجواز. بيسألها مستعجلة ليه، بتقوله إن كان مش عايز يتجوزها بيقول لها إن هو لما يدي وعد لازم يوفي بيه. بتقوله زي ما مرضاش يسيب نفسه ووقف جنبها، بيتنرفز عليها علشان جابت سيرتها. بيدخل الحمام بسبب حيرته، زعلان لأنه كسر قلب الاتنين غصب عنه. تاني يوم نفس متعصبة وبتقول لطاهر إنها مش عارفة تقول لياغيت هما هيسافروا لوحدهم إزاي لأنه متعلق جدا بيه. بيسألها إن كان حبيبها اللي اتقتل اتعلق بيه ياغيت برضه، وهي بتقوله إن ياغيت كان صغير جدا بس هو كان بيحبه قوي وإنه مات خلاص. مصطفى بيدي آسيا الفلوس علشان تديها النفس، وبتعرف آسيا من ياغيت بالصدفة إن اللي اتقتل ده يبقى أخو نفس مش حبيبها. بتوجهها وهي بتقول إنها مرضتش تقول من خوفها إن مصير طاهر يبقى زي أخوها في دات يقتله. بتطلب منها ما تقولش أي كلمة لطاهر، وبتديها الفلوس، وبتقول لها إزاي اتحملت تعيش مع الراجل اللي قتل أخوها، وبيعيطوا هما الاتنين. أما ياغيت لما بيعرف إن طاهر مش هيسافر معاهم بيتضايق وبيجري من البيت. طاهر بيجري وراه بيهديه، بيوعده إن هو هيزورهم في روسيا مرة في السنة. مصطفى بيطلب من طاهر يوصل نفس بنفسه، وإدريس بيتصل بتيكو بيقولوا إن هم هيتحركوا ويجوله كل حاجة جاهزة. نفسي وياغيت بيودعوا أهل البيت وبيطلبوا منهم يسامحوهم، وكلهم بيسامحوها على اللي حصل وبيبقوا زعلانين على فراقها. بتركب العربية مع طاهر وبيمشوا، وأبو مرجان بيروح لمصطفى الشغل بيفهموا إن مفيش شراكة بينهم قبل جواز طاهر ومرجان لأن طاهر مجنون ومش مضمون. آسيا بتروح لمصطفى الشغل بتقوله إنها مش قادرة تخبي أكتر من كده، وإن الراجل اللي في الصورة ده يبقى أخو نفس مش حبيبها، بتحكي له كل حاجة. مصطفى بيطلب منها ما تقولش لطاهر أبدا. أما طاهر بيوصل نفسه وابنها لحد ما بياخدوا تأشيرة دخول جورجيا، ولما بيخرج بره الجوازات بياخد باله من عربية كانت موجودة في طرابزون. بيتصل بمصطفى بيطمنه إن هم عبروا الحدود، وهو بيتصل بأسماء تسحب القضية ضد فدات. إيشان بتعرف وبتفرح ورايحة لفدات تخرجه، لكنها وهي في الطريق مراد وفتح بيقطعوا عليها السكة، بيظهر مصطفى وبيخطفها. بنروح لجورجيا بعد ما دخلوا كلهم الحدود، وبيقعدوا مستنيين تيكو على حسب الميعاد اللي بينهم. نفس بتقوله إن هو اتغير معاها من ساعة ما عرف إن هو كان ليها حبيب في الماضي، وإنه شايف إنها ما تستحقش إن هو يضحي بنفسه علشان ينقذها. بيطلب طاهر إن هو يصورهم، لكن وهو ماسك الموبايل بيتأكد إن نفس العربية بتراقبهم، بينادي على إدريس بيوريله الصورة. بيفاجئ طاهر وإدريس نجيب بيركبوا العربية، لكنهم بيلاقوا نجيب جاهز معاه مسدس وبيهددهم، بيقولوا إن هو كان مستني اللحظة اللي هيقتلوا فيها. بيضغط على الزناد لكنه بيكتشف إن المسدس بايظ. بنرجع فلاش باك نص ساعة لما طاهر شك في العربية، بيقدر إن هو يفتحها ويفتش فيها لحد ما بيلاقي السلاح، بيشيل منه إبرة ضرب النار. وبنرجع لطاهر وهو بيهدد نجيب بمسدسه، بيخرجه من العربية وبيحبسه في الشنطة. في اللحظة دي بيجي تيكو بيروحوا كلهم للمركب. أما مصطفى فبيشوف فدات وهو خارج من القسم ومعاه رجالته، بيروح له وبيقول له إن إيشان معاه، بيأكد له إن هو خطفها، بيطلب منه اعتراف كتابي وصوتي بإنه قتل صالح أخو نفس، ويسلمه إيشان وبيسيبه وبيمشي. طاهر بياخد نفسه ويغيت للمركب وبيودعهم، ويغيت بيقوله إن هو هيوحشه وبيحضنه. بيدي طاهر نفس تليفون متسجل عليه رقمه، وبيطلب منها تطمنه أول ما توصل. بتطلب منه يسامحها على كل حاجة حصلت، بيسامحها فعلا. بيطلب منها تسامحه لو كسر قلبها، وهي بتقوله كفاية اللي عمله معاها وإنها مسامحاه. بتشكره وبتركب المركب بيودعوا بعض، وبيقعد طول الليل طاهر مستني في جورجيا نفس توصل علشان تبعته ويطمن عليها. تيكو بيوصل لمرسى بالمركب، وبتلاقي نفسها موصلتش المينا، وبتشك في اللي بيحصل. بيطلب منها تنزل بالعافية، وبتتفاجئ إن هو بيسلمها هي وابنها لفدات من تاني، اللي بيقول لها إن هي مش ممكن تهرب منه أبدا مهما عملت. بيشكر تيكو على إنه سلمه مراته وابنه. بنرجع فلاش باك بنشوف تيكو بعد ما استلم الفلوس من إدريس، ونجيب بيمسكه بيعرض عليه فلوس أكتر علشان يسلم نفس. بنرجع لفدات اللي بيركب نفس عربيته، كل ده وطاهر مستني تليفون نفس علشان يطمن عليها. في العربية نفس بتسأل فدات هو هياخدها فين، وهو ما بيردش عليها. بيتصل برجالته علشان يشوفهم قدروا يوصلوا لإيشان، لكنهم ملقوش حد في بيت الهضبة. بيقول لنفس إن مصطفى خطف إيشان، وأول ما يوصل لها هيقتلهم، وبتعرف منه إن هم خطفوها علشان ياخدوا منه اعتراف مكتوب بقتل صالح أخوها. أما فاتح بيتصل بمصطفى علشان يجيله علشان عايز يتفرج على ماتش، مش هينفع يسيب إيشان لوحدها،
وهو بيتحجج لآسيا بإن في حاجة في الشغل ضروري ولازم يروح. فاتح ومراد بيفتحوا البيت على إيشان، وهي بتحذرهم إن فدات ممكن يحرق الدنيا كلها علشانها. بيسيبوها لوحدها وبيمشوا، وبتبقى مرعوبة. بتحاول تفتح الشبابيك والباب وما بتعرفش. الكهرباء بتقطع فجأة، وبيجيلها فوبيا من الضلمة، وبتترعب جدا وبتفضل تصرخ. أما فدات فبيوصل لقلعة قديمة، وبيخلي مساعده بولند ياخد يغيط ويمشي. هو بيقول لنفس إن هو مش عايز ابنه يشوفه وهو بيعذبها. بتطلب منه إنها تكلم ابنها كلمة أخيرة، وبتقوله ما يخافش، وإن اللي بيحصل ده مغامرة من مغامراتهم وهيبقوا كويسين. بيدخلها فدات القلعة، وفي اللحظة دي طاهر بيتصل بيها، وهي بتنتهز فرصة إن فدات مشغول، وبتفتح السكة وبترمي التليفون. بيسمع طاهر كل الحوار اللي بيحصل بينهم، أو بيفهم إن فدات خطفها. وفدات بيديها فستان الفرح اللي رفضت تلبسه زمان، وبيجبرها تلبسه وإلا هيقتلها. بيقول لها إن هو قعد معاها سنين كان عنده أمل إنها تحبه لو مرة واحدة. بتبتدي تلبس الفستان، وبتقول بصوت عالي إن تيكو ساعده في إنه يلاقيها علشان تسمع طاهر إن هو اللي جابهم المكان اللي هم فيه دلوقتي. بتلبس الفستان، وبيطلع فدات سلاح. كل ده وطاهر سامعهم في التليفون وهيتجنن. بيطلب منها تبصله وتقول دعائها الأخير. بتقوله إنها بتتمنى إن طاهر يلاقي يغيث وياخد باله منه. بيسمع طاهر في التليفون صوت طلقة رصاص، والمكالمة بتفصل. أما مصطفى فبيوصل البيت اللي فيه إيشان، وبيلاقي الكهرباء مقطوعة. بيدخل البيت وبيلاقيها مرعوبة وخايفة جدا، وبيطمنها، وما بتفوقش غير لما بتعرف إن هو مصطفى. لما بيمشي بتمسك فيه، وبتطلب منه يقعد جنبها وبيعمل كده. أما إدريس في صالة القمار، وبيجيله طاهر وهو في قمة عصبيته، وبيقوله إن فدات قتل نفس. عايز يوصل لتيكو بأي شكل من الأشكال، وبيتصل بيه، وبيلاقي تليفونه مقفول. بيسأل إدريس ماريكا صاحبته على عنوان تيكو، فبتقوله إنها هتيجي معاهم. بتدلهم ماريكا على بيته، لكنهم لما بيدخلوا البيت ما بيلاقوهوش موجود. بيتجنن طاهر وبيحس بالذنب إن نفسه راحت بسببه، وبيحاول يهديه إدريس، وبيقوله إن هو هيلاقيها سواء حية أو ميتة، وإنه هينقذ يغيث من فدات حتى لو ضحى بنفسه. أما إيشان بتصحى الصبح بتلاقي مصطفى قاعد جنبها، وبيقول لها إنها ضيفة عنده لحد ما فدات يديله الاعتراف اللي هو عايزه. بتقوله إن هو مش هيديله الاعتراف ده أبدا. بيقول لها إن هو لما دخل البيت امبارح كانت خايفة منه، أو فاكراه شخص تاني. هي بتقفل الكلام معاه، وبتقوله إنها عايزة تدخل الحمام. آسيا بتتصل بيه، وبيقول لها إن هو على المركب، وبتسمع صوت ديك، وهو بيقول لها إن ده صوت نفير المركب. أما نظر فبتحذر أختها مرجان من طاهر، وبتقول لها إن هو مجنون وهيزعلها، وهي بتقول إنها راضية وبتحبه. طاهر اللي مراقب بيت تيكو بيشوفه داخل البيت الصبح. بيدخل وراه، ومعاه إدريس وماريكا، ولما بيشوفهم بيهرب منهم. أما ثانية وآسيا ومعاهم مراد بيزوروا مرجان، وبيدخل الستات البيت. بيبقوا جايبين حاجات لمرجان، وبتقول لهم ثانية إن الجواز هيتم بسرعة بعد ما طاهر يرجع من السفر. بيطارد طاهر واللي معاه تيكو مطاردة كبيرة في شوارع جورجيا لحد ما بيقدروا يمسكوه، بيضربوا طاهر علشان يعترف بمكان نفس لحد ما بيغمى عليه في إيده. أما إيشان فبتقول لمصطفى إن اللي بيعمله كله ملوش فايدة، لأن فدات هيحرق البلد باللي فيها علشان يلاقيها. بيتصل مصطفى بمراد علشان يجيب له مولد كهربائي، لأن الكهرباء لسه مقطوعة. مراد بيبقى مع نظر، وما بيردش على أخوه. بيكتب له رسالة، ومراد بيحاول يقرب من نظر، وهي شايفة إن هو بيلعب وبتاع بنات. بيحاول يفهمها إن هو بيحبها حب حقيقي، وبيقرأ رسالة أخوه، وبياخد نظر معاه علشان يجيب المولد لمصطفى. بتحكي إيشان لمصطفى إن فدات هو اللي حماها لما كانت صغيرة، وإنه قتل الراجل اللي كان بيعذبها. أما طاهر بيوصل للقلعة، بيشوف رجالة فدات بيحرسوها، بيضرب تيكو وبيغمى عليه. بيقدر هو وإدريس إن هما يتخلصوا من كام حارس، بيطلع طاهر يبص من شباك القلعة، بيلاقي نفس لسه عايشة، معاها فدات، لأنه ما قدرش يقتلها. بنرجع فلاش باك، وبنلاقيه بيشوف التليفون، وبيعرف إنها كانت بتتصل بطاهر وبيضربها، وهي بتترمي على السلاح بتاعه وبتمسكه. بتهدده لو قرب هتقتل نفسها، ودي نقطة ضعفه الحقيقية. طاهر بيشوفها وهي ماسكة المسدس، وبتهدد فدات بقتل نفسها. مراد بيوصل بالمولد لبيت مصطفى، وبيديهوله، وهو بيعاتبه إن هو جايب معاه نظر. ولما بيمشي مراد بتطلع إيشان من البيت، بتشوفها نظر. أما ماريكا بتيجي بعربية، وبتطلب من واحد من الحراس إن هو يدلها على السكة، وبيروح لها. بيتفاجئ إنها بتثبته بسلاح، ونجيب عايز يشوف إيه اللي حصل، لكنه بيتفاجئ بطاهر بيهاجمه وبيثبته. بيقتحم طاهر القلعة، وبيحرر نفس، وبيضرب فدات. بيسأله على مكان يغيث،
وبيقولوا إن هو مش هيلاقوه أبدا، وبيربطوا طاهر بحبل وبيكتفوا، وبيعرف من نفس إن مصطفى خطف إيشان علشان ياخد اعتراف من فدات. بيدخل طاهر وبيضرب فدات بالنار على رجله، وبيصوره بموبايله، وبيتصل بمصطفى وبيطلب منه يكلم إيشان. بيقول لها إن فدات معاه، وبيوريها صورته وهو مضروب بالنار علشان تكلم بولند ويرجع لهم ياغيت. وبتتصل إيشان ببولند فعلا علشان يجيب لهم ياغيت. بيسأل طاهر نفس ايه اللي عمله فدات أول لما شافها لما كان عندهم في القصر، فبيعرف ان هو اتهمها ان هما كانوا بيغازلوا بعض وكسر صوابع ايديها. مصطفى بيتصل بطاهر وبيقوله ان بولند هيرجع ياغيت عنده في البلد. بيطلب منه اول ما يستلم الولد يسيب فدات. نظر لما بترجع البيت بتقول لمورجان ان عيلة طاهر كلها بتجري ورا الستات، وإنها شافت مصطفى ومعاه ست غريبة في بيت الشيخ عثمان. بتبعت رسالة لآسيا وتقول لها إن جوزها معاه ست غريبة في بيت أبوها في الهضبة. بتروح آسيا تطلع أوضتها وبتاخد مسدس مصطفى وبتخرج من البيت. مرجان بتعاتب نظر على تصرفها وإنها كده بتخرب بيوت. بتروح آسيا للمحامية أسماء وبتطلب منها تروح معاها علشان يمسكوا جوزها متلبس. بولند بيوصل ياغيت لمصطفى اللي بيتصل بطاهر أو بيسمعوا صوت ياغيت. نفس بتكلم ابنها وبتطمن عليه. آسيا بتوصل مع أسماء لبيت أبوها، ولما بتدخل ما بتلاقيش فيه حد أصلا. تاني يوم بيوصل طاهر للبلد ومعاه نفس، وهي بتقوله إن اللي قتله فدات ما كانش حبيبها، ده كان أخوها صالح، وإنها مرضتش تقوله من البداية واستحملت اللي حصل لأنها كانت خايفة عليه من فدات. بيتفاجئوا بعربية جاية وشايلة جثة وبيرموها وبيمشوا. بيكتشفوا إنها جثة إدريس، معاها تليفون بيرن بيرد طاهر على التليفون. بيتفاجئ بفدات بيكلمه، بيقوله إن ياغيت معاه بيسمع نفس صوته وبيقول لها تجيله علشان تشوف ابنها وإنه مستنيها في الفندق. هي وطاهر مش فاهمين هو وصل لياغيت تاني إزاي. بنشوف مصطفى راكب عربيته معاه اعتراف فيديو واعتراف مكتوب من فدات بإنه هو اللي قتل صالح أخو نفس. بنفهم إن هو عمل صفقة بتسليمه ياغيت وإيشان مقابل الاعتراف ده علشان يحمي أخوه طاهر من انتقام فدات. يا ترى طاهر ونفس هيتصرفوا ازاي مع فدات علشان يرجعوا ياغيت؟ ويا ترى آسيا هتتصرف ازاي مع مصطفى بعد ما سمعت ان هو بيخونها؟ طاهر هيعمل ايه مع مرجان؟ وكمان هيعمل ايه مع اخوه بعد ما سلم فدات ياغيت من تاني؟ كل الاسئله دي هنعرف اجابتها في الملخص اللي جاي، فاستنونا. ما تنسوش تكتبوا لنا توقعاتكم انتم في التعليقات، وعايزين الملخص اللي جاي امتى. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو او نشترك ونفعل جرس التنبيهات لو اول مره تشوفونا، واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm